عندنا ثلاثة الأسرار اللي غنكشفوهم في هذا الفيديو هذا. السر الأولاني غادي نبداو بمصطفى اللي راه مخطوف من طرف بالكبير دابا، وغنشوفو واش غيقدر يتفك من بالكبير ولا لا. وعندنا السر الثاني اللي هو المصير ديال أمين وسهام، حيت سهام بعد ما جات دابا لحياته غتبغي تخربق حياته بطبيعة الحال، وغادا تبغي تبروفيتي فيه كيف ما كانت كدير للرجال الآخرين اللي كيصيفط عليهم بالكبير. اما السر الثالث هو غنشوفوا ليلى وشنو غتكون ردة الفعل ديالها من بعد ما غادي تشوف امين مع سهام. ما نطولش عليكم اكثر، والله يرحم لكم والدين. دخلوا الفيديوهات كاملين اللي عندنا في القناه، ديروا لهم لايكات وكومنتات زوينين، وشكرا لكم بزاف على لي كومنتات زوينين ديالكم اللي كيشجعوني. فما نطولش عليكم ونبداو بالسر الاول. السر الاولاني ديال مصير ديال مصطفى. مصير ديال مصطفى غيكون قاصح بزاف، حيت غادي يعذبو بزاف بالكبير، وخصوصا غادي يبغي يفدي فيه بالدقه، حيت بالكبير عدوه شي حاجه سميتها البوليس، صحفيين، وخصوصا الناس اللي نافسوه في نفس الدومين. فهو كيبغي هو اللي يكون مسيطر، وحتى شي حد ما يجي يغلب عليه. فداك الشيء علاش غادي يبغي يعذبو بزاف. ولكن في هذا الوقيته غنشوف انه مصطفى غادي يبدا يتلاعب ليه بعقله، وغادي يقول ليه انت راه تقدر تحتاجني ونعاونك فاش ما بغيتي، راني صحافي وعندي كيفاش ندير لك التخريجه الا كنتي باغي شي واحد تدير ليه رزقه. وهنا كيدق ليه على امين، تيقول ليه واش كتعرفو، تيقول ليه لا انا ما كنعرفوش، تيقول ليه واش كيدير عندك التليفون ديالو. تما فين غنشوفوا انه غادي يبزز عليه بالكبير باش انه يعترف، ويقول ليه باش كتعرفوا. فهنايا غنشوفوا بانه مصطفى ما يقدرش يصبر، وفي الاخر غادي يعترف ليه، غيقول ليه بلي راه صاحبه هذا وهذا هذا، يعاود ليه القصه كامله. غادي يقول ليه بصح انا غنحتاجك، ولكن انت راه غادي غير نطلقك، غادي تاذيني وغادي تضرني بزاف. داكشي علاش خاصني ضروري نشد عليك شي حاجه باش ما تقدرش تهضرني ولا دير معايا شي ها ولا ها. ويقول لي خصوصا داك صاحبك راه مصيفط لي دابا وحده اللي غادي تخليه على الدص، غادي دير ليه كلشي. فهنا فين غنشوفو مصطفى غادي يحير، ما يعرف واش يعاون بالكبير ولا غيصفيوها ليه. تلف وشداتو الدوخه وبدا كيحس بالنهايه ديالو بدات كتقرب، ولا تيقول باللي هذا هو غير داك الذنب اللي كان دارو مع امين شحال هادي، هو بدا كيتصرف فيه دابا. اما من الجهه الاخرى غنشوفوا العلاقه ديال زعما السر الثاني غنشوفوا العلاقه ديال امين وسهام، خصوصا انه سهام بدات كتحك بزاف على امين، وكتحاول انها تجبد منه معلومات وتجبد منه حقائق على كيفاش جا هو لهاد العائله، واش هو بصح حكيم ولا غير كيضحك عليهم. فهاد الشيء هذا، هاد المعلومات غادي ينفعوه، خصوصا انه غادي يبدا ترجع ليه الذاكره. ومن بدا ترجع ليه الذاكره هو غيعرف كيفاش يتعامل مع، يعرف كيفاش يتعامل معاها، خصوصا هو معاها من الصغر. غيلعب ليها بعقلها وغيقول لها بلي انا راه جيت لعندك ولقيتك كتشطحي ليه وما فهمت والو، وصحابني مدوراني داكشي علاش درتو لي هادشي، وصيفطني للغابه بغا يصفيها ليا. غادي يبدا يقول لها الحقيقه كامله. هي غادا تشيق حيت اصلا كتبغيه، وبدا كيحيي مع هذاك الحب القديم. هذيك اول حاجه. تاني حاجه غادي يبغيو يتفقوا باش انهم يطيحوا بالكبير، وتمنيت فين غادا تمشي هي وياه باش يعتقوا مصطفى. فمشيو نيشان دابا للسر الثالث. وعافاكم قبل ما نقول لكم السر الثالث، الله يرحم لكم الوالدين. ديروا قلب، ديروا لايك، شجعونا باش نكملوا لكم في المزيد من الاحداث. الله يطول عمركم. خلاها نزار ديال نزار ديال الداخل. مهم. السر الثالث فغنكتشفوا المصير ديال ليلى، حيت ليلى كتبغي امين، وما ما كانتش كتحس بهذا الشيء هذا، ما حسات به وعرفاته حتى شافته مع مرة اخرى، وشافته مع سهام. وخصوصا من عرفت سميتها سهام، تفكرات باللي راه واحد النهار كان قال لها سهام بالغلط، وهي ما كانتش عرفات، وسولاتو قالت ليه شكون هي سهام، قال لها انا ما عاقل على والو، راه قلت لك ليلى واش انت مريضه. صافي تما فهمت باللي هذه الحب القديم، وجات وعرفت الحقيقة، وبقى فيها الحال، ولات كتحس بالغيرة، وما غتصوروش التصرفات اللي ولات كديرهم دابا. خصوصا انه ليلى واحد السيدة اللي بعقلها ولكن باغية تعرف الحقيقة ديال با حميد، وما باغاتش زعما يجي هاد الحب القديم ديال امين ويخربق ليها كلشي. هاد الشيء اللي كاين. اما هي صافي ملي شافتو مع ديك السيدة خرج لها من قلبها، ولكن ديك الغيرة مازال كتطلع فيه وتنزل فيها. فالغالية في هادشي هذا كامل غيبقى بالها مع ولدها، حيت شافتو ولا موضر دابا، يعني توضر ليها، ما بقاش قريب منها كيف كان في الاول. دابا الاهتمام كامل ولا كيمشي لسهام،
والاهتمام كامل ولا كيمشي لكيفاش انه يقدر انه يعيش هو سهام ترونكيل بلا بلا كبير. وهذا الشيء هذا كيبين ليها باللي بحال كيحسسها بالنقص، خصوصا انه دابا جا الوقت فاش تعوض هذا الحب هذا اللي كتحس به لبنتها، حيت هي ما عندهاش غير ولد بوحدو، عندها جوج وليد وبنيتها. صافي الولد عنده مشاكل وخاصو يحلهم، وكتحس به بلي هو مرتاح مع سهام. ولكن هي بلاص ما تبقى تابعاه ولات كتقول على انه يعيش حياته الحمد لله بلي راه بخير، ونشوفوا تبقى قريبه من بنتها اللي تمشي دير شي زبله. فهاد الشيء هو اللي بقات حريصه عليه، هو ترد البال لبنتها اكثر. المره الاولى ما كانش رد عليها البال حتى جابتها في راسها البنت، ولكن دابا هي قريبه منها وكتحسسها بالحب والحنان. هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو. دخلوا الفيديوهات اخرين اللي غيبان لكم هنايا فوق في الشاشه باش تعرفوا المزيد من الاحداث ديال المسلسل البراني. وهادشي اللي كان، تبارك الله عليكم.